مش كل إدمان يا جماعة بيكون مخدرات، ساعات الإدمان بيكون على لعبة في موبايل. وقصة النهاردة حقيقية وبتحصل في بيوت كتير، عن زوجة بيتها اتخرب بسبب لعبة. جوزها طول اليوم ماسك الموبايل بيضحك ويزعق ويتحمس، بس مش معاها لكن مع اللعبة في الموبايل. البيت متبهدل والأولاد مش لاقيين حد يرعاهم، وهي مش لاقية كلمة حلوة ولا حتى نظرة اهتمام. حاولت تكلمه وقالت له أنا موجودة، قال لها أنت مكبرة الموضوع ليه؟ دي مجرد لعبة. لكن اللعبة اللي سرقت وقته سرقت معاها قلبه وحياته معاها. في يوم قالت له أنا مش لعبة تتحط على جنب، أنا إنسانة واستاهل إن أنا أعيش بكرامة زي أي زوجة عادية. وكان الطلاق هو القرار الأصعب، لكنه كان أرحم من حياة مش موجود فيها ولا هي موجودة فيها. اللعبة اللي بتسرق وقتك مش من أهلك بس، ده بتسرق معاها بيتك كمان بيتسرق. خلي بالك، الموبايل ممكن يبنيك وممكن يهدمك.